أهلا بكم مشاهدينا الكرام في فيديو جديد خاص بتوقعات حالة الطقس بالجزائر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا فضلا وليس أمرا. أمطار غزيرة وعواصف رعدية بداية من يوم الخميس 14 من ماي. أمطار حاضرة ببستكرة وجلفة والمشرية وتبسة وخنشلة وباتنا وبريكة. بداية من زوال يوم الخميس استمرار نزول أمطار وعواصف رعدية قوية جدا ببشار وعلى الولايات الوسطى والمرتفعات الجبلية. تشكل سحب رعدية قد تعطي بعض الأمطار والزخات الرعدية المحلية القوية. وخلال يوم الجمعة إن شاء الله أجواء ستتغير مع قدوم اضطراب جوي محمل بأمطار غزيرة بتيز وزو بولاية بومرداس بالعاصمة الجزائرية وكذلك شمال غرب الجزائر. أمطار حاضرة بخميس مليانة بالبرواقية بالبليدة بالجزائر العاصمة ببومرداس بتيزوزو بالبويرة. خميس مليانة تسمسيلة معسكر غليزان عند دفلة وتبازا. أمطار غزيرة محلية قوية جدا ويجب التوخي الحيطة والحذر وتجنب الوديان والمنحدرات. استمرار الأجواء المتقلبة والممطرة بإذن الله خلال هذا الأسبوع في عدة ولايات جزائرية، ويجب التوخي الحيطة والحذر وتجنب الوديان والمنحدرات. أمطار غزيرة وعواصف رعدية مستمرة في كافة أنحاء الجزائر وخاصة على الولايات الوسطى والشمالية الغربية والولايات الشرقية الجزائرية خلال يوم الجمعة 15 من ماي. أمطار مستمرة وتشكل سحب غير مستقرة قد تعطي بعض الأمطار والعواصف الرعدية فوق المرتفعات الجبلية. كما تشاهدون إخواني أخواتي حسب آخر تحديث للنموذج الأوروبي والنموذج الأمريكي باستمرار نزول أمطار وعواصف رعدية قوية جدا فوق المرتفعات الجبلية. وكما تشاهدون حسب آخر تحديث للنموذج الأوروبي والنموذج الأمريكي باستمرار أمطار عواصف رعدية قوية جدا على الولايات الغربية بوسط البلاد والولايات الشرقية. وإلى هنا نصل إلى ختام النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر.